السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي فن الطبخ. معاكم منى أحمد. النهاردة إن شاء الله هنخزن البامية بطريقة صحية جدا وأفضل من المصانع بكتير، لأن بتاعة المصانع بتبقى طعمها كده متغير، ما بتبقاش طعمها طبيعي، بتحسي كده بطعم كده غريب فيها. انتي لو جربتيها هتعرفي اللي أنا أقصده، إنما احنا ما نخزنها في البيت هتبقى بطريقة جميلة جدا، ونفس الطعم هو ما بيتغيرش ولا اللون. ده 2 كيلو بامية، انا غسلتهم كويس قوي، نقعتهم في شوية خل يعني بتاع 5 دقايق كده بس، وبعد كده دلقت المية وشطفتها كذا مرة بايديا وتنضفيها لغاية ما المية تبقى نضيفة خالص وبيضة. بعد كده هتحطيها على مصفى تتصفى وتنزل المية كلها، ولو صفت المية ولقيتي لسه فيها ندع مية هتجيبي فوطة كده ناشفة تكون قطن وتنشفي المية اللي فيها، عشان احنا مش عايزين اي نقطة مية تبقى في البامية، عايزينها تبقى ناشفة تماما. هقمعها كده بالشكل ده دي للويكة، عشان هطلع من ال2 كيلو كيس للويكة وكيس للبامية. بس انا طبعا لسه هجيب تاني، بس انا حبيت اعمل معاكم كمية قليلة عشان اقولك على الطريقة اللي انا بخزنها بيها. انا ديت اللي بعملها للويكة، وبعد كده هقولك هنقطعها ازاي. هتشيلي كده الجزء اللي من تحت، دي بقى للبامية بنقمعها بالشكل اللي انت شايفاه ده، بيبقى بالشكل من فوق هرمي كده. انتي حابة تعمليها زي الويكا عادي، مش هتقول لا يعني، بس هي بيبقى شكلها بيبقى كده احسن. في نفس الوقت البذور ما بتبقاش باينة، انما الويكا لما بتعمليها الخرطة العادية دي بتبقى البذور باينة كده من فوق، وما بتنزلش معاكي المادة اللزجة دي. انتي ممكن تعمليها كده وممكن تعمليها كده، لو انتي ليكي طولة بال هتقمعيها بالشكل ده، لو ما لكيش طولة بال هتعمليها بالشكل العادي اللي هي بتاعت الويكا، مش هتقول لا يعني. بس اهم حاجه تاخدي بالك وانت بتغسلي الباميه او بتعمليها، لو في مثلا لقيتي اخرام او في اي حاجه مش مظبوطه هتتخلصي من الباميه، لان ساعات بيبقى فيها حشرات الخضار، فانت خدي بالك لو لقيتي فيها خرام او اي نقط سودا اتخلصي من الباميه. يعني مش هتلاقي كتير، يعني هتلاقي واحده اتنين كده، فانت خدي بالك يعني. دي بقى اللي انا هعملها ويكا، هقطعها بالشكل ده خرط كده، يعني خرط مش سميكه أوي، عشان لما نيجي نضربها بالشوكة او بالهاند بلندر تبقى سهلة معانا. والويكة دي طبعا بنسويها في شوربة، انما البامية هنعملها للصلصة، بس بتبقى تحفة، طعمها بيبقى جميلة جدا. هبقى اعملها معاكم في فيديو. دي العشاق الويكة، هي اساسا يعني طريقة سعودية. انا خلاص كده قطعتها بالشكل ده، وحطيت معاهم قرن فلفل حامي، ده اختياري، مش حابة تحطي براحتك، بس هو بيديها طعم حلو. والليمون ده برضو هنستخدمه في الوصفة. انا الطريقة دي معتمدها بقالي سنين وما بتغيرش ولا الطعم ولا اللون، وبتبقى جميلة. انتي بتسويها على البخار، يعني هي مش تسوية، هي نص تسوية، يعني بتكون الحلة كده فيها مية مغلية، بتحطي معلقة سكر كمادة حافظة، وبتحطي ليمونية وتقلبيهم كويس. واهم حاجة المصفى ما تبقاش طايلة المية، تبقى المية يعني بعيد شوية عن المصفى. هتغلي وتطلع البخار بالشكل ده. هتجيبي بقى مصفى كده وعليها فوطة او عليها مناديل مطبخ، عشان لما تخرجيها طبعا هيبقى فيها لسه مادة لزجة شوية، فاحنا عايزين برضو ايه ان احنا ننشفها خالص، عشان لما نعبيها في اكياس تبقى ناشفة تماما. هتعرفي بقى ازاي ان هي خلاص تمام كده وتشيليها من على المصفى. اول ما تلاقي اللون بتاعها غير بقى اخضر فاتح كده، يبقى خلاص كده تمام، احنا مش هنسويها، مجرد بس ان لونها يغير. هتقلبي كده فيها، تجيبي اللي من تحت فوق واللي فوق تحت، عشان خاطر لو في واحدة ما طلعش البخار. انا حطيت طبعا معاهم قرن الفلفل عشان لما اجي اطلعها على التسوية. اهم حاجة بس لما تيجي تخرجيها من الفريزر تكون متلجة، ما تسيبيهاش لما تفك. اي خضار في الدنيا بتخزنيه باي طريقة ما تفكيش التلج منه زي ما هو كده بالكيس. هتجيبيه مثلا عملتي الصلصة عملتي الشوربة، هتنزليه زي ما هو بالتفريز بتاعه، ما تستنيش لغاية ما يفك، عشان انتي لو استنيتي لغاية ما يفك خلاص الطريقة دي ما بتبقاش
لا هي صحية ولا هي اساسا بتبقى كويسة، بتبقى طريقة غلط. انا خلاص كده هنزلها بقى على الفوطة، والفوط دي فوط مطبخ انا بستخدمها في الاكل بس. هفردها بقى كده خالص عشان خاطر تتهوى. لو عندك مروحة تسيبيها تحتيها كده لغاية ما تنشف شوية من المادة اللزجة اللي فيها، عشان خاطر لما نيجي نعبيها في اكياس. انا خلاص كده هي غيرت اللون، هفضيها بقى على الفوطة. بصي لونها تحفة، واللون دوت بتفضل محتفظة بيه من السنة للسنة، ما تقلقيش. تاخدي بالك بس ان انتي تمشي على نفس الخطوات اللي انا عملتها، وان شاء الله هتنجح معاكي. هسيبها بقى تبرد خالص زي ما انتي شايفة كده، بردت خالص وخرجت كل البخار اللي فيها والسوائل. هعبيها بقى في اكياس تلاجة، ما بتاخدش مكان، يعني انتي على قد الطبخة ما هتعملي. انا هعبيهم هنا على كيسين، كيس للبامية وكيس للويكا. على قد ما انتي هتطبخي الطبخة بتاعتك، مثلا هتحتاجي ربع كيلو نص كيلو، هتعبي في الكيس على قد طبختك. وتخرجيه من الفريزر زي كده متفرز، وتنزليه في الصلصة او في الشوربة. اهم حاجة ما يفكش من التلج. هخرج كده الهواء وهقفله. لو حابة تقفليه تماما ما يبقاش مربوط، يعني ممكن تقفليه بسكينة دافية كده وتقطعي الجزء الزيادة. انا الخطوة دي مش هنفذها، انا هربطه قبل ما ادخله الفريزر. اهم حاجة بس تخرجي الهواء كله. انا كده خلصت، يا رب تكون الوصفة عجبتكم وان شاء الله تجربوها. ما تنسينيش بقى باللايك والشير وتفعيل الجرس، واكتبي لي في الكومنتات بتتابعيني من اي بلد. مع الف سلامة.